بصت في المراية وحرفيا اتجمدت مكانها. في يوم من الأيام كان في بنت نقلت بيت جديد، كانت متحمسة جدا لفكرة إنها عايزة تعيش لوحدها، عايزة تجرب الحياة لوحدها عاملة إزاي. دخلت الأوضة وبدأت ترتب حاجتها كده بشغف، بس في ركن من أركان الأوضة دي كان في مراية شكلها غريب، قديمة كده. جابت قماش وبدأت تنظف المراية دي، عايزة تستخدمها ديكور. حرفيا خلتها بتبرق وكملت ترتيب الحاجات ودخلت تنام. وفي يوم قامت بالليل من غير سبب، لا كانت عطشانة ولا جعانة، زي ما يكون في حاجة كده جنبها بتنده لها. قامت وبدأت تلف في الأوضة كده تفهم هو ده حصل ازاي. بعد ما فتحت نور خفيف طبعا، لمحت ان الساعة تقريبا كده يعني كانت 3. بصت في المراية وحرفيا اتجمدت مكانها. شافت كائن أول مرة تشوفه وكان واقف وراها. اتخضت وفتحت النور الكبير عشان تطمن، وحرفيا كانت بتترعش. بس بعد ما عدى شوية وقت قالت يمكن كنت بتخيل، يمكن ده مش حقيقة. وعدى ليلة واتنين وتلاتة، وكل ليلة كانت تبص في المراية تلمح الكائن ده واقف وراها. وفي ليلة من الليالي راحت تبص في المراية، وتحديدا قرب الساعة 3. المرة دي ما لقيتش الكائن وراها، وملامحها كان شكلها غريب شويتين. وهنا أدركت إن الكائن خلاص ما بقاش وراها، هي والكائن بقوا واحد.